انت مشي بيتك زي ما انت عايزه، ما تمشي بيتك علشان ما حدش يضحك عليكي، ومشي بيتك على مزاجك انت مش على مزاج اي حد تاني. الخطوات اللي انت هتمشي عليها هتستر بيتك، خطوات جميله جدا، والفيديو ده جامد جدا جدا جدا. خليكم معايا للاخر لان فيه شويه حاجات كده وتركات جميله جدا جدا هتعجبكم جدا، وهتوفر معاك وهتستري بيتك، ومش هتحتاجي لحد ولا تمدي ايدك ولا تستلفي ولا اي حاجه، وهتمشي بيتك على مزاجك انت. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا كوبايه شاي مع لومي، انا ماما لومي. ما تنسونيش بالله عليكم في اللايك والدعاء ليا، عشان انتوا عارفين ان انا تعبانه والغده شغاله. الله ينور. ما تنسونيش يا حبايب قلبي. بصي ما تنسوش بس البتاع ديت مش مكرمشه والله، دي كريشه كده. ف اشهد لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله. انا دلوقتي جبت تمويل البيت، تمويل البيت جبت مثلا ازازتين زيت، 2 كيلو سكر، 3 ازايز زيت، زي ما بتجيبي زي ما انت وعدد افراد اسرتك. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بعمل ايه؟ بقوم جايبه الزيت، واقوم جايبه الحاجه اللي انا حطيتها دلوقتي، واشتغلت بالحاجه بالزيت والسكر ومش عارفه ايه، هيخلصوا. طب انا اخر ال 10 ايام في الشهر او الاسبوع الاخراني انا جبت حاجتي كلها بتاعت الشهر، والحاجات جبتها ونزلت بكيس الفلوس، وجيبي جيبي 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 جيبي، ما فاتش معايا فلوس، وجبت الحاجات بتاعت البيت، صرفنا وكلنا وشربنا وكل حاجه. طب الاسبوع الاخراني ولا 10 ايام ولا نص الشهر وانا معيش حاجه، طب انا اعمل ايه؟ ما هو انت شاطره، ما انت فالحه. صلوا على سيدنا محمد. عشان انت نزلتي واستكترتي، واللي مستكتر الزمان اكتر. انت دلوقتي جبتي وشلتي حاجتك دي كلها، وجبتي الحاجات دي كلها وصرفتي وبعزقتي. طب ما انت ما عملتيش حساب ان في بكره وان في بعده وان الحاجه هتخلص، لان خد من التل يختل. فانا هوفر وهعمل الخطوات اللي انا همشي عليها ايه. هقول لك صلوا على سيدنا محمد. انا جبت ازازه الزيت، بس انا مش هجيب لكم ازازه الزيت يعني زي الناس اللي بتجيب الحاجات وبتوريها لكم، لا. مثلا دي ازازه الزيت، ازازه الزيت دي هتمشيني ازاي يا ماما لومي؟ انا هقول لك يا حبيبه قلبي. انا لو جبت الزيت ده وجبت كوبايه وشلت منها نص كوبايه، مليت الكوبايه دي كلها زيت، وحطيتها في ازازه مثلا زي دي تانية وشلتها واكني مش موجوده، ابعديها عن ايدك. وهشتغل بالزيت، الزيت ده هيكفيني اذا كان انا كنت بشتري الزيت ده يا ماما لومي وبشتري عليه تاني ازازتين تاني. ما انا هقول لك يا حبيبه قلبي صلي على سيدنا محمد وما تنسينيش في اللايك. الزيت اللي انت هتجيبيه دلوقتي هتمشي بيه على قدك. ازاي؟ لان انا كنت بهدر في الزيت، احمر واقلي ده فراخ واعمل ده مش عارف. لا يا حبيبه قلبي، التحميرات والحاجات دي خفي منها. ما التحميرات دي كلها برضو غلط، غلط عليكي وعلى اولادك. انا دلوقتي هعمل ايه؟ مثلا عايزه احمر بطاطس يا ماما لومي عشان عيالي. طب انا ما انا هستعمل، لازم استعمل الزيت. طب ماشي، انا هقول لك تعملي ايه. جيبي البطاطس، انت جبتي، لو جبت البطاطس وقشرتيها وقمتي رشيتي بالرشاش كده شويه زيت، رشرشي، وحطي عليها شويه زعتر وشويه كمون وشويه فلفل اسمر وبهارات البتاع ده اللي هم صلى على سيدنا محمد، البهارات الجبنه، بهارات المتبله يعني بالجبنه او كده، او مثلا تحطيها بعد كده وتقومي مقلباهم كلهم على بعض وحطيها تحت في البوتاجاز تحت الشوايه من هنا، وتقلبيها وتحطيها تحت الشوايه من هنا، هتتحمر وهتبقى زي الفل وطعمها جميل جدا جدا جدا. الفراخ يا حبيبه قلبي بدل ما تحمريها اعمليها اسلقيها وتبليها، وتقومي حطاها برده في قلب الفرن كده، وتقومي حطاها تحت الشوايه، هتاخد لك وش ولا تتحمر ولا اي حاجه ولا بالزيت ولا حاجه، وهي بتنزل منها لانها بتبقى سمينه، فيها سمين، نقطه السمين، فبتعمليها. تاني حاجه اللهم صل على سيدنا محمد، السكر. انا واحده من الناس كنت باخد 4 معالق سكر، وباخد بشرب الحاجه مسكره جدا. دلوقتي اخد معلقتين بس على السكر، او ممكن ان انا مش قادره، عشان مش قادره يعني اهبط من السكر شويه، بقوم ايه عامله في الكوبايه الصغيره، عشان الكوبايه الصغيره تاخد ايه معلقه ونص. فدي انا برضو ما بهدرش في السكر. بقوم جايبه برضو كيس السكر، واقوم شايله كوبايه سكر كده في قلب علبه، واقوم شايلها على جنب. اقوم جايبه المكرونه، جايبه الرز، المكرونه. اجيب مثلا، جبت المكرونه، جبت كيلو المكرونه، بدل ما اعمل للعيال كل النص كيلو بيفيد مني وانا عارفه ان بيفيد وبيتهدر، بقوم شايله شويه مكرونه في قلب كيس وشايلهم بعيد عني. نفس الطريقه الرز، انا بعمل رز بالشعريه وبيفيد ساعات رز والله، وانا كمان واحده منكم، وبيفيد الرز ده وبيترمي، او بديله جيراننا عشان اللي بيربيه فراخ. طب ما انا ليه؟ طب ما انا اعمل بالكوبايه. مثلا انا ولادي بياخدوا كوبايه ونص او كوبايتين رز على على مثلا نص كوبايه شعريه، وبعملها اشيل كوبايه على جنب. برضو المره الجايه هشيل كوبايه على جنب، كل ما اجي اعمل اقوم شايله كوبايه على جنب، هيبقى معايا رصيد. هعمل برضو الشعريه، هشيل برضو منها كده كوبايه على جنب. طب يا ماما لومي انت كده بتوفري؟ ايوه انا كده بوفر، علشان لما تيجي يا حبيبه قلبي، ما هو انت زي ما كنت بتعملي ايه،
حاجه نفخاها على الاخر، او ملياها مثلا ميه، او مثلا كيس كبير، كل ما تحطي فيها ياخد، كل ما تحطي فيها ياخد. لو انت جايبه كيس صغير هتمليه يا دوبك على قد الكميه اللي انت عايزاها، هتعملي على قد الكميه اللي انت عايزاها. فانت خدي بالك من الهدر ده. الهدر ده هتعملي ايه؟ توفري ازاي؟ هتوفري من الحاجات اللي انت هقول لك عليها دي. انت دلوقتي بتمشي بيتك على مزاجك انت. انا معايا كام واحد؟ معايا 4 تنفار 5 تنفار زي ما يكون، وربنا يبارك. انا مثلا بنشرب شاي، بنشرب الشاي مثلا، انا بعمل كوبايه، وبعدين جوزي يجي يعمل له كوبايه شاي، وبعدين ولادي عايزين شاي مش عارفه ايه. لا، انا بعمل كله عشان اولع بتاع البوتاجاز مره واحده، وكمان اعمل الشاي للكل. ما هو ده برضو توفير وتدبير من حاجتي ومن بيتي، وما اهدرش لا غاز وما اهدرش ميه ولا كوبايات مش عارفه ايه والحاجات دي كلها. اجي السمنه برضو، السمنه لما باجي بفتح علبه السمنه واجي اعملها، اقوم مثلا عامله السمنه دي، العلبه دي هتوفر لي؟ لا مش هتوفر. ده انا بعمل يا ماما يومي ساعات كيلو وساعات 2 كيلو في الشهر، او مثلا كيلو ونص. يا حبيبه قلبي شيلي كوبايه سمنه، وما تحطيش سمنه بالهبل، حطي يا دوبك معلقه سمنه بس كده للحاجه. حاجه مش هتقولك لا. يعني لما بتيجي تعصجي لحمه، بحط اللحمه الاول تاخد تشويح، واحط البصل، واحط مثلا ايه معلقه سمنه بس. مش اقوم حاطه مثلا سمنه قد كده، واقوم حاطه البصل واحمر، واقوم حاطه اللحمه واحمر وياخد زيت قد كده. لا، انت برضو لازم تمشي على قدك واحده واحده. تاني حاجه قلت لك بقى دلوقتي، امشي على قدك وتمشي على، يعني انا بعد ما جبت التموين والحاجات دي، لازم تكون عندك الازازه الفاضيه دي عشان تحطي فيها الزيت، لازم يكون عندك علبه فاضيه تانية عشان تحطي فيها السكر، وعلبه تانية للمكرونات، وعلبه تانية لشويه رز اشيلهم، علبه تانية لاشيل منها السكر. السكر ده حاول انت تقللي وتقللي ولادك علشان تفضلي، لان السكر ده اصلا يا رب يعفو عنا، ده اصله مرض لوحده، ده مرض لوحده السكر. تمام؟ فاحنا عايزين نقلل منه واحده واحده. انت دلوقتي لما تمشي على قدك في الحاجات دي، هتبص تلاقي بعد ما البيت ما كنت بتبص تيجي اول الشهر البيت ناشف، البيت مش عارفه ايه فاضي، إيه فاضي، دلوقتي 20 في الشهر ولا 10 في الشهر والبيت فاضي والبيت مش عارفه ايه. طب اعمل ايه؟ وانت لو رحتي قلت لجوزك، جوزك هينفخك والله العظيم. هيقول لك وديتي الفلوس فين يا اختي؟ عملتي بيها ايه؟ انا بديكي فلوس الشهر، انت ما تصرفي على قدك، اجيب لك منين؟ وهيطبلوا خناق وتعملوا مشاكل. لو انت بقى واحده مدبره، هتقومي ماشيه مدبره على قدك وتعملي بقى اللي انا بقول لك عليه ده. لما تشيلي كل حاجه منها شويه شويه، هتيجي بقدره ربنا وعظمته. هتلاقي حتى اقول لك على حاجه كمان، صلوا على سيدنا محمد. الطماطم لما باجي اعملها، بقوم شايله، طبعا انا بجيب كميه طماطم واقوم مسبكاها واقوم حطاها في الفريزر. الكرنب، جبت الكرنبايه بدل ما اعملها كلها، اشيل منها طبق، طبق كده شويه في الفريزر. الكوسه اقورها واعمل منها واشيل منها واحدتين كده، اقلجهم كده في الزيت واحطهم في قلب طبق فل او في كيس، واقوم شايلاهم برده في الفريزر. هتيجي تحتاجي وهتعملي الفلفل نفس الحكايه برده، شيليه كده، يعني افتحيه وشيليه في قلب بتاع. انا بشيل الفلفل برده في الفريزر والله، والبتنجان بشيله برده بالفريزر، بقوراه واشيله كده في الفريزر، بشيله زي ما هو، واول ما يطلع وهو متلج بقوم حشياه على طول، علشان ما لو انت بتحشيه وهو طري مش هتعرفي تحشيه، فبحشيه على طول. فبتبقى عندي وجبه محشي اهو من غير اي حاجه، بتتشال وتتعمل. التسبيكه بتاعت المحشي، عملت تسبيكه اشيل منها كيس كده عشان المحشي اللي انا هشيله. كل حاجه شيلي منها، على سبيل ان انت هتلاقي في يوم في الشهر ده ما عندكيش اكل. عملت بسله، عملت بسله، طبخت بسله، بلاش الاكل اللي انا هرميه، اهو شايله الطبق او شايله في علبه واحطها في الفريزر، هتنفعني لاخر الشهر، هتنفعني في العشر ايام الاخر اللي انا باجي واقول ايه، والطم على وشي واقول مفيش اكل مفيش فلوس. طب اعمل اجيب منين؟ ما هو انت نزلتي يا حلوه بهرجتي بنفسك بالفلوس، واصرف اصرف اصرف اصرف، وما عرفتيش، ما عملتيش حساب ان انت دلوقتي في نص الشهر ولا اخر الشهر معكيش هيبقى فلوس، والحاجه هتخلص. لان الحاجه طول ما القدم من التل يختار، الحاجه قدامك كده هتصرفي منها براحتك. الرز هاخد من عندي، وايه يعني لما ابقى يخلص هبقى اقول له يجيب لي، لما يخلص ابقى اجيب، لما يخلص ابقى اجيب، ولما يخلص مش عارفه تجيبي ويجي يقول لك تقول لي لا، يقول لك لا وتعملي مشكله، هقوم راح استلف. لما اروح استلف، اجي اول الشهر هسد السلف، هيبقى الفلوس تنقص بزياده. طب وليه؟ ما انا فيا عقل وراس وعامل زي الناس، ما انا همشي بطريقه برضو الحمد لله رب العالمين ان انا همشي بطريقه ناجحه، وطريقه ايه يعني مثلا ايه، بكمم معده. تكميم المعده دي
ان انا بنقصقص منها علشان الاكل يبقى ينزل فيها كميه بسيطه، بدل ما تبقى هي كده زي البالونه، لا هتبقى حاجه بسيطه وتحطي فيها حاجات بسيطه. احنا بنقلل من حكايه المصروف، بنقلل في حكايه الايه الشراء والبيع، بنقلل في حكايه الرز ان انا ما اعملش كتير ولا مكرونه كتير ولا خضار. والخضار لو عملت كتير بشيله من العلبه، اشيل مسقعه في العلبه، اجي الاقي الاكل اخر الايام اللي هي بتاعت الشهر، الاقي عندي اكل والاقي عندي خير والبيت مليان، والحمد لله بستر بيتي، والحمد لله ماشيه بيجي بيتي على مزاجي، لان انت ست البيت المدبره. الام مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعب طيب الآراء. مش بس المدرسة بس، ده في الحياة، مدرسة الحياة كلها. هتدعي لي والله العظيم، هتدعي لي، لأن الميزانية دي ناجحة جدا 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 لو مشيتي عليها. وأنا بقول الحاجات دي لحبايب قلبي وولادي، وصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، صلوا على النبي بالله عليكم، ما تنسونيش في اللايك. أنا ماما لومي، واتفرجوا على الفيديو للآخر لأن الفيديو ده جامد جدا جدا جدا.